بسبب الحرب. بيحاول كواي يركن العربية على جنب في الشارع وبينزل من العربية علشان يشوف فيه ايه، لكن فجأة بيحصل انفجار شديد في البنك الامريكي، وبيكون البنك الامريكي جنب محل الازياء اللي بتشتري منه باني الفستان. وبعد كده بنشوف صحفي شغال في جريدة اسمها جريدة ايرلندا، وبيستقبل الصحفي ده تليفون من احد الارهابيين اللي مسؤولين عن الانفجار، وبيكون طبعا منظمة اسمها منظمة أوليستر الارهابية. وبيقول الارهابي للصحفي ان تفجيرهم للبنك مش هيكون النهاية، وانهم هيستمروا في تفجير البنوك المالية. وبينزل الصحفي من موقع الحادث وبيصور بعض الصور المؤلمة والبشعة جدا لبعض الضحايا، وبتكون فين واحدة من ضمن ضحايا الانفجار دول. وبيرجع كوا البيت لوحده من غير بنته فين، وبيكون حزين ومتأثر جدا وفاقد الشغف في كل حاجة في حياته. وتاني يوم بيجتمع إليان مع أعضاء مجلس الوزراء، وبيتكلموا مع بعض وبيحاولوا يلاقوا طريقة يخلصوا بيها على منظمة أوليستر الإرهابية ويرتاحوا منهم للأبد. وبعد انتهاء الاجتماع بيرجع إليان مكتبه، وبيلاقي موجود على مكتبه ملف خاص بكل المعلومات اللي تخص منظمة أوليستر. والأول